هنعمل فطيرة قطنية سهلة بمكونات متوفرة في كل بيت: كوباية لبن، كوباية مية، نص كوباية زيت زيتون، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر. هنجيب 4 كوبايات دقيق يكون نوعهم كويس، ومعلقة كبيرة من لبن البودرة، ومعلقة من البيكنج باودر بيديها كده طراوة وبتكون هشة جدا. هنعجن لمدة 10 دقايق، هنسيبها بقى كده على جنب تخمر لحد ما نشوف الحشوة: كوبايتين من الجبنة الرومي، معلقتين بقدونس، معلقتين جبنة كريمي. هنقلب نسيبهم على جنب لحد ما نشوف هنعمل ايه في العجينة. خمرت هنقطعها بقى كده ل8 قطع، كل قطعة هنعملها كورة ونسيبها ترتاح شوية. يعني بين كل عملية وعملية لازم العجينة ترتاح عشان نعرف نفردها بكل سهولة. بعد ما ارتاحت هنجيب بقى الحشوة، بعد كده هنحشيها ونكورها ونسيبهم برضو يرتاحوا شوية. بعد كده هنفردها، وبين كل فطيرة هنرش كده رشة دقيق ونسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. هنجيب طاسة نمسحها مسحة زيت وتاخد بقى دقيقتين من الوش ده ودقيقتين من الوش التاني. هندهنها شوية زبدة وبقدونس، تبقى أحلى فطيرة